في آخر لقاءاته الودية بالإسكندرية فاز فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه ميلود حمدي على نادي سموحة في نهاية معسكر فريقنا في برج العرب ب2-0. سجل أهداف الإسماعيلي عبد الرحمن الدح وأنور صقر، وهو لاعب من مواليد 2006 ضمه ميلود حمدي لفريق الإسماعيلي. وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من عبد الله جمال في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع عبد الله محمد ومحمد نصر وعبد الكريم مصطفى ومحمد إيهاب، وفي خط الوسط عبد الرحمن الدح وسمير كونتا ومحمد خطاري وأنور صقر، وفي خط الهجوم محمد زيدان ونادر فرج. وخسر فريق سموحة أمام نظيره الإسماعيلي ب2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الخميس في ختام التحضيرات لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي ينطلق في 8 أغسطس الجاري. وخاض فريق سموحة 6 وديات، حقق خلال الفوز على مودرن سبورت ب2 نظيفين، ثم على طلائع الأسطول ب1 نظيف، وتعادل مع فاركو 1-1، وفاز على فريق سبورتنج ب4 نظيفة، قبل أن يلاقي المجد السكندري أمس ويخسر من الإسماعيلي اليوم. بينما خاض الدراويش حتى الآن 7 مباريات ودية، بدأها بالفوز على فريق فايد ب2-1 قبل الفوز على فريق الحسينية ب2 نظيفين، وتعادل مع ديكيرنس في الثالثة بدون أهداف، والفوز على سبورتنج ب1 نظيف، والتعادل مع السكة الحديد ب1 لمثله، والتعادل السلبي مع نادي زد، والفوز على سموحة ب2-0. وقدم أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة في وقت سابق تقرير فني مجلس إدارة النادي باحتياجات الفريق في الانتقالات الصيفية، وعلى رأسها مهاجم صريح وجناحين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد الذي ينطلق 8 أغسطس الجاري.